التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة سعدون وزير الدفاع لجمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجرت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. ثم عقد الجانبان لقاء تناول سبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري. وأكد الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة وزير دفاع جمهورية العراق لمصر، والتي تأتي في إطار العلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع جمهورية العراق، ولا سيما في المجال العسكري. من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية العراق على امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير العراقي بالقاهرة والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة.